اليوم اللي بتزرع فيه مش هو اليوم اللي بتحصد فيه. 11 رمضان 1446 خواطر رمضان رقم 3. انا عايزه اعترف لكم اعتراف، انا كمان مستعجله جدا وعشت حياتي كلها مستعجله جدا. الحقيقه عايزه اول ما اجرب حاجه ابقى شاطره فيها، اول ما اسعى لحاجه اوصل لها، واول ما احب حاجه تكون معايا. بس ده مش منطقي ومش هو ده اللي بيحصل، ومع ذلك كلنا مستعجلين. مستعجلين ليه؟ عشان بنشوف الناس اللي حوالينا بتوصل، لان احنا بنشوفهم في اخر رحلتهم. ايه ده وصل وانا لسه، وده عمل وانا لسه. فعايزين طول الوقت ان احنا نوصل بسرعه باي شكل من الاشكال، وغالبا ده اللي بيعطلنا اكتر، لان احنا بنفضل نجرب حاجات ولو ما نجحناش فيها بسرعه بنسيبها ونروح نجرب حاجات تانية، وهكذا وهكذا وهكذا. فما بنكملش الحاجه للاخر، في حين ان نتيجة السعي بتاعنا دي اصلا مش بتاعتنا، دي بتاع عند ربنا. ده رزق تماما من عند ربنا. يعني الزرعة اللي احنا زرعناها دي مش هتطرح عشان احنا سقيناها، هتطرح عشان ربنا اراد ان هي تطرح. احنا في الاخر في الدنيا دي مش مطلوب مننا نتائج في اي حاجة، احنا مطلوب مننا سعي. لو في ايدك بذرة والايام بتقوم لازم تحطها في الارض. هتطرح مش هتطرح، لان الايام كلها بتقوم، الارض دي كلها على بعضها مش هتبقى موجودة. بس انت اصلا مش مطلوب منك النتيجة، انت مطلوب منك السعي فقط. فناخد نفسنا كده ونهدى ونسعى على مهلنا ونكمل حاجة من الحاجات الكتير اللي احنا عمالين نجربها دي للآخر، ونشوف مش يمكن ساعتها ربنا يرزقنا ونوصل اللي احنا عايزينه. فاهمني؟ فاهمني. رمضان كريم.